ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده بقى جايلكم بوصفه جديده، مش جديده يعني، وصفه خفيفه كده. طبعا الراعي الرسمي لكل بيت مصري. نعمل شويه مكرونه بصلصه وستريبس. هنا بشرت بصلايه، نحط عليها بقى شويه زيت، نسيبها تحمر لحد ما توصل للون كده هوريهولكم. ده بقى سر الصلصه بتاعتي. اهو بقى يا بنات، حطيت الزيت وهقلب البصلايه كده، احمرها لحد ما توصل للون اللي قلت لكم عليه. وطبعا انا طلعت صلصه من الفريزر في ظل ان القوطه المجنونه بنت المجنونه باسعار غريبه، ب 25 جنيه القوطه. فطبعا مش هشتري قوطه انا ب 25 جنيه، لحد ما تعقل كده وترجع لعقلها وتنزل سعرها زي ما احنا متعودين عليه. طلعت دي الصلصه وتتحمر البصله بقى، هنزل بيه واكمل معاكم. اهو يا بنات اللون اللي احنا عايزينه. محدش يقول لي لا دي محروقه، لا دي جميله وبطعم. جربوا الصلصه وهتدعوا لي. ولا مكرونه الانسجام، جربوها فعلا احلى من مكرونه الانسجام كمان. اهو ده اللون اللي احنا عايزينه اهو، اغمق. هننزل بقى بالصلصه بتاعتنا القمر دي، تفك كده في البصله. هي امارات. نزلنا بقى بالصلصه، نسيبها تفك كده مع نفسها وتتسبك. بس بقى قبل ما تتسبك هنحط لها معلقتين صلصه عشان ايه؟ تحمر شويه، بدل ما هي الصلصه قرعه كده خالص. نحط معلقتين صلصه ونسيبها بقى ايه؟ تفك مع حالها تتسبك كويس. ودي الصلصه هي يا بنات، مش هنستخسر بقى. والنبي اللي انا حاطه نص البطرمان كله عشان مكرونتنا تطلع حمرا كده وجميله. هغطيها بقى واسيبها ايه؟ تتسبك يا بنات. هنا بقى يا بنات هنيجي بالخطوة التانية او باقي الوصفة. جبت بولة كده عندي، هنزل فيها بكوباية لبن زي ما انتوا شايفين، وبيضاية. ثانية واحدة خليكم. وهو يا بنات حطيت البيضة. هحط بقى شوية ملح، وبعد كده هحط سنة فلفل اسود عشان طبعا الزفارة، وهحط شوية كزبرة صغيرين طبعا عشان ريحة الكزبرة، وهي كده كده عشقي في المطبخ، انتوا عارفين. واحط بقى توم باودر، توم باودر، معلقة توم باودر. وهحط برضو بصل باودر. ايوه هاي، برافو عليك يعني حطيت بقى. هحط يا بنات بصل باودر اهو. وهحط بقى مايونيز. طبعا اللي ما عندهاش مايونيز ممكن تستبدل بالزبادي، بس هو الاحسن انك تحطي مايونيز. هحط حوالي معلقتين كبار مايونيز. طبعا انا عشان ما عنديش فجبت سايب اهو. المايونيز اولا بيديله طعم كده مزز وجميل، وفي نفس الوقت بيديله طراوه مع اللبن، يبقى طري من جوه وجوسي كده. بعد ما حطينا المايونيز هنحط شويه شطه عشان تبقى ايه؟ سبايسي شويه. وهحط سنه كركم عشان تدينا لون كويس. تمام. وهقلب بقى كل المكونات دي بقى مع بعض. ويا بنات هقلب بقى كل المكونات دي مع بعض لحد ما يدوبوا كل التوابل في خلطة اللبن والبيض. وهنزل بقى بشوية دقيق واخلي قوامه يبقى خفيف. هي دي بقى التتبيلة، يعتبر التتبيلة بتاعتنا والغلاف برضو. اقلبه كويس قوي. وهقول لكم بقى اروح اقطع البانيه، اقطعه شرايح طويلة وارجع لكم. يا بنات بعد ما قلبت التوابل كلها في بعضها هنزل بقى بشويه دقيق، بحيث ان يبقى قوامه مش تقيل قوي، مش عايزه قوام تقيل. واقلب بقى كويس، اقلب كويس معاكم كده.
هنزل بقى الدول بانيه فيها اهو بقى يا بنات. هنزل بقى اهو البانيه قطعته شرايح طويله، هنزل بيه بقى في التتبيله دي واسيبه في التلاجة على الاقل ساعتين، نرجع بقى نعمله ونقليه سوا. طبعا دي مش الكميه كلها، بس انا قطعت حبه عشان اصور لكم واكمل تقطيع الباقي الكميه وانزلها معاكم. وهي الصلصه يا بنات بعد ما اتسبكت وعامله ازاي ولونها حلو ازاي. هحط لها بقى ملح بس واطفي عليها لحد ما اسلق المكرونه. زيت غويط اهو بقى في الاستريبس. هنكرر بقى يا بنات نفس الموضوع اهو. نزلت بيها في الدقيق وهرجع بيها تاني على نفس الخلطه اهو كويس، وارجع بيها تاني على الدقيق. طبعا اللي عايزها تبقى فوليوم او اكتر يعني تبقى تخينه يحطها كذا مره، بس انا مرتين كويس ممتاز. بصوا طالعه مجعده ازاي وجميله. احط بقى كده هو بقى يا بنات بعد ما تتقلي بصوا يا بنات بقى. انا بصراحه مش قادره اقاوم، انا باكل وانا واقفه. بصوا بعد ما طلعت اول حاجه اهو، تاني في الصوص اهو. ستريبس بقى ده ولا مش ستريبس؟ واجدع من اجدع محل. وهتشوفوا كيلو البانيه هيعمل كميه قد ايه. طبعا لو انا عشان عندي بانيه عملت بيه، بس لو صدور كامله هيبقى احسن، هيبقى الحته تخينه كده وجميله. بس برضه اهو بالبانيه بصوا شغال. عايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الحركات والتكات بتاعت الستريبس يا جدعان. سلقت المكرونه هنزل عليها بالصلصه زي ما انتم شايفين واقلب بقى كويس. لو حطه تاني هنزود على ما الستريبس يستوي. على ما الستريبس يا جماعه يستوي هكون قلبت المكرونه. وهو يا بنات بعد ما خلصت المكرونه وغرفتها وادي الستريبس. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ ايه رايكم في الستريبس؟ بصوا ما شاء الله كيلو البانيه عمل كميه قد ايه، وفي لسه في الزيت ما طلعتوش. اللي يعجبه واللي عجبتكم بقى وصفتي تحطوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنسونيش بقى بدعوه حلوه، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومع السلامه.